السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا معايا هذا الفيديو خوتي المشاهدين. اليوم خوتي المشاهدين جيتكم بواحد الفيديو اللي هو جميل ورائع. غنقدم معكم السفوف المغربي ديال رمضان. الله يدخلوا علينا بالصحة والهنا واش ما تمنينا يا سيدي يا ربي، ويجعل يكونوا الله يجعله يكون صيامنا مقبول. وباش ما نطولش عليكم اخوتي المشاهدين هذا الفيديو، غنبدا معكم المقادير وطريقه التحضير. واللي شاف هذا الفيديو اخوتي المشاهدين ما تنساونيش بلي لايكات ديالكم والبارطاج مع الاهل والاصدقاء باش يعم الفائده للجميع خوتي المشاهدين. وبسم الله نبداو على بركه الله خوتي المشاهدين. بسم الله نبداو على بركة الله. نقدم معكم المقادير وطريقة التحضير خوتي المشاهدين. هنايا كيف ما كتشوفوا معايا هنايا عندي اللوز. نبدا معكم بالدقيق، اللي كيلو ديال الدقيق اللي عندي محمر ومغربل بهذه الطريقة هذه كيف ما كتشوفوا معايا. نبدا معكم خوتي المشاهدين. هنايا عندي اللوز، عندي كيلو اللي قسمته على جوج، نصف كيلو خليته صحيح محمر بهذه الطريقه هذه للتزيين، ونصف كيلو خوتي المشاهدين طحنته كيف ما كتشوفوا معايا. عندي هنايا ربعه ديال الإلان كيف ما كتشوفوا معايا. عندي السمسم اي الجنجلان، عندي كيلو ديال السمسم، نص كيلو خليته للتزيين، ونصف كيلو طحنته بهذه الطريقه هذه اللي عندي ديجا محمر. وعندي هنايا الكاوكاو، نصف كيلو ديال الكاوكاو خوتي المشاهدين، حتى هو عندي محمر ومطحون كنحيدوا له القشور ديالو كيف ما كتشوفوا معايا خوتي المشاهدين. هنا عندي 3 ديال المعالق كبار ديال حبه حلاوه مغربلين كيف ما كتشوفوا معايا. عندي 3 ديال معالق كبار ديال النافع، حتى هما نفس الطريقه يعني مطحونين ومغربلين. كنتمنى هذا الفيديو يكون واضح معكم اخوتي المشاهدين. عندي هنايا الكوزه والمسكه الحره، عندي هنايا كاس ديال الزبده المذابه يعني رابعه ديال الزبده الحيوانيه كندوبوها كتعطينا كاس، بهذا كاس ديال العنبه يعني كنحيدوا لهاديك الكشكوشه اللي كتبقى عندنا في القاع ديال الكاسرون كيف ما كتشوفوا معايا خوتي المشاهدين. عندي كنعبر بكاس ديال العنبه يعني غيكونوا عندي 2 كيسان ديال العسل. كنعطيكم العبار بالكاس ديال العنبه. عندي هنايا غيكونوا عندي 2 كيسان ديال السكر الثقيل اللي مغربلين. كيف ما كتشوفوا معايا خوتي المشاهدين. عندي هنايا الدقيق كيف ما ذكرت معاكم كيلو ديال الدقيق. دابا غنبدا نوضع المقادير اخوتي المشاهدين. وضعت معاكم اللوز، نصف كيلو ديال اللوز، عندي هنايا خوتي المشاهدين كيف ما ذكرت معكم الجنجلين اين السمسم كل واحد شنو كيسميه. عندي هنايا إلان، رابعه ديال الإلان، كيف ما كتشوفوا معايا. عندي هنايا الكاوكاو، نصف كيلو ديال الكاوكاو. عندي هنايا 3 ديال المعالق ديال حبة حلاوة. ثلاثة ديال المعالق ديال النافع.
كنتمنى الفيديو يكون واضح معكم اخوتي المشاهدين. عندي هنايا الكوزه والمسكه الحره. عندي هنايا معلقه كبيره ديال القرفه، يعني القرفه كتبقى اختياريه على حسب الذوق، كاين اللي كيبغي القرفه يزيد ماشي مشكل. كيف ما كتشوفوا معايا اخوتي المشاهدين، بعدما وضعنا هاد العناصر هكا مع بعضها كنخلطوه مزيان، هاد النواشف هكا مع بعضياتها. كيف ما كتشوفوا معايا كنخلطوا هاد النواشف، كندعكوها مزيان خوتي المشاهدين، كنعطيوها تخلاط يعني باش كيدخلوا العناصر مع بعضياتها. وهنا خوتي المشاهدين كيف ما كتشوفوا معايا دابا انا بعد ما وضعت العناصر اللي تبقات لي ديال السوائل، يعني تقطع معايا الفيديو ما جاب لي الله كنصور. كيف ما كتشوفوا معايا المشاهدين دابا بعد ما وضعت 2 كيسان ديال زيت العود و2 كيسان ديال العسل وكاس ديال الزيت نباتيه، وحركت هاد العناصر مع بعضياتها كيف ما كتشوفوا معايا، يعني دلكتهم مزيان. انا هنا كنصور بيد وكنخلط بيد اخوتي المشاهدين باش كنوريكم الطريقه. يعني انا هنايا عندي خلطته. تقطع معايا الفيديو، كنت كنصور وما كيجيب لي الله كيصور. هنا كيف ما كتشوفوا معايا اخوتي المشاهدين دابا يا هذا صافي، ما نزيدو دابا حتى شي حاجه. القوام ديالو هو هذاك، يعني كيجي بهذا القوام هذا، يعني تبارك الله كيجي رائع. جربوها اخوتي المشاهدين بهذه الطريقه هذه. ولا بغيتو تضاعفوا الكميه ماشي مشكل، يعني داكشي كيبقى على حسب افراد العائله. هنا خوتي المشاهدين نوضعوا التزيين، كنزينوه دابا بهذه الطريقه هذه كيف ما كنصور معاكم في الفيديو. دابا وضعته في اناء ديال تقديم الصحن، يعني كنقدمه معاكم بهذه الطريقه هذه صحن التقديم. يعني كيف ما كتشوفوا معايا التزيين كيبقى بسيط، يعني على حسب الرغبه وعلى حسب الذوق، كل واحد والتزيين ديالو. كنتمنى هذا التزيين اللي قدمت معاكم يعجبكم، يعني بهذه الطريقه هذه خوتي المشاهدين. كنتمنى هاد السفوف اللي قدمت معاكم ينال الاعجاب ديالكم، وما تنسونيش بلي لايكات ديالكم اخوتي المشاهدين، والبارطاج مع الاهل والاصدقاء باش يعم الفائده للجميع. وكتحفزوني وكتزيدوا بيا القدام اخوتي المشاهدين بلي لايكات ديالكم وبالتعليقات الزوينين من عندكم. وكنتمنى لكم رمضان مبارك سعيد، الله يدخلوا عليكم بالصحة والهنا، وباش ما تمنيتو يا ربي ويجعلوا الصيام مقبول عند الله سبحانه وتعالى. وبالسلامة عليكم إلى فيديو قادم إن شاء الله.